السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معادنا مع طاجن في الفرن بس حلو. كفاية بقى حوادق نحلي شوية. معايا هنا 8 قطع من الكيك الهوهوز حجم كبير، ومعايا معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين كبار زيت، ومعلقتين كاكاو، ومعلقة كبيرة من النسكافيه. انا حاطة بالكراميل، ممكن نحط سادة، ممكن نحط بالبندق زي ما احنا عايزين. 8 معالق كبار دقيق وكوبايتين لبن. تمام. هعمل ايه؟ هخلط كل المكونات دي مع بعض، بس انا بعد ما قطعت الهوهوز هحطه في اللبن وادغدغ شويه عشان اتاكد ان هو داب كويس مع بقيه المكونات. طيب ليه انا ما بحبش مثلا الهوهوز؟ ممكن استخدم الاوريو، بسكوت الاوريو بالشوكولاته، او اي نوع كيك بالشوكولاته. طب انا ما بحبش خالص الكيك اللي بالشوكولاته، خلاص هستبدل الهوهوز بتوينكز او دورو او اي نوع كيك ساده جاهز زي الراز مثلا، برضو نوع من الكيكات حلو جدا جاهز. وهكمل بقيه الخطوات زي ما انا، وهشيل معلقتين الكاكاو الخام اللي انا حطاهم عشان تفضل الكيكه بيضه مش شوكولاته. طيب ده بديل لايه؟ لو انا مثلا الكيك بيهبط مني، الفرن مش مساعدني، مش عارفه اظبط الكيك، مش بينفش، مكتوم، بيعجن، ايا كان، دي كيكه مضمونه ان النتيجه بتاعتها ان شاء الله كويسه جدا ولا يمكن هتهبط منك. وبعدين هي ما فيهاش بيض، فهي موفره شويه لحد ما، احسن من الكيكات العاديه، وطبعا سريعه جدا. هندخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده من تلت ساعه لنص ساعه حسب الفرن بتاعك. انا مسخنه الفرن ومجهزه البريمه بتاعتي علشان اخلص الخليط واصب وادخل على طول. وانا عامله في البريمه الصغيره الزبديات الفخار بتاعه الزبادي، شكلها في التقديم حلو جدا وطعمها قريب قوي من الديسباسيتو. تمام. لما اجي املى البريمه بحط بس 3/4 البريم من الخليط، لان الخليط فيه بيكنج باودر فهينفش شويه، فعشان ما يتكبش في الفرن ويبهدل الدنيا. واتعود لما اجي اعمل بريمه او صواني كده كيك احطها في صينيه كبيره، عشان لو حاجه اتكبت او فارت مني في الفرن ما تبهدلش الدنيا، يبقى الموضوع كله ملموم. بصوا الزبديات الصغيره دي حلوه جدا وشيك، والمطاعم كلها بتستخدمها في التقديم. الكمية اللي معايا دي عملت قد ايه؟ عملت 4 زبديات صغيرين و2 وسط، او مثلا لو هنعمل كل زبديات صغيرة يبقى هي خدت معايا حوالي 7، لو هنعمل كل وسط يبقى عملت معايا حوالي 5. تمام. انا بقى اهو قلبت الخليط زي ما قلت لكم، سايبه صبعين كده بس، هي عشان من فوق مش باينه قوي المسافه اللي انا سايباها من الخليط اهو. قلبتهم والفرن سخن وهدخلهم في الفرن على طول. وادي النتيجة لما طلعت، شققت بسيط واختبرتها بالخلة، استوت كويس جدا. هبدأ بقى اخرمها اخرام كتير جدا كده علشان اتأكد ان الخليط هيدخل فيه اللبن اللي هسقي بيه كويس جدا. انا شايفة ان الخليط اللي احنا عملناه دسم كفاية، فانا هحط عليها لبن سادة. لكن لو عايزة تعمليها اللبن ده عليه معلقتين سكويك او كاكاو خام ممكن جدا. اللبن مش سخن ومش حاجة، الكيك عشان دسم شوية اللبن مش بيشربه بسهولة، فانا هحط اللبن زي فنجان كده صغير وهسيبه لحد ما يتشرب خالص الخليط، وبعدين نرجع له تاني. الموضوع مش هياخد اكتر من دقيقة يعني، اسيبه لما يهدى طبعا الاول وبعدين احط عليه اللبن مش وهو سخن. بصوا شربوا تماما ازاي. هنا هتجيبي معلقتين نوتيلا تخففيهم ببق لبن سخن، او ممكن تستخدمي مثلا شوكولاته خام وتسيحيها وتحطي عليها شويه لبن، ايا كانت التغطيه اللي انت عايزاها، ممكن كراميل او لوتس او اي حاجه انت عايزاها من فوق، وتقدميها كده والف هنا وشفا.